فنان محمد الشربيني نرحب بيك معانا في دوشه فن، نقول لك الف مبروك على حديد. ألف مليون مبروك للسادة المشاهدين اللي اتفرجوا على الفيلم. وعلى فكرة الفيلم عاجب الناس جدا، كان عامل كومبليت في العيد وأنا شفت ده بعناية، وكنت في السينما في إسماعيلية سينما رينيسانس، والناس كلها كانت بتدخل الفيلم وشايف بس إن هو اتظلم شوية في التوزيع، واكتشفت إن ده كان يعني بالتنسيق يعني مع الموزعين وكده يعني. لكن هو هيستمر بعد العيد، لان القائمين على السينمات يعني قالوا لي الفيلم ده مش فيلم عيد، ده فيلم ما بعد العيد. فالحمد لله ان هو نجح في العيد، وكان برضو بينافس على الايرادات مع الجزيره، وان شاء الله باذن الله يبقى بدايه قويه يعني ان شاء الله، لانه فيلم مختلف. بقول للساده المشاهدين فيلم مختلف، مش افلام السبكي، ده فيلم مختلف خالص، فيلم مهم، فيلم جد، فيلم محترم، يليق بتاريخ وعظمه افلام محمد السبكي يعني ان شاء الله. كلمني عن دورك في الفيلم. انا بعمل دور شربيني، وسعيد جدا ان انا بعمل دور شربيني، لان انا اسمي محمد الشربيني، واتمنى ان انا اعمل سلسله افلام زي اسماعيل ياسين، شربيني في الجيش، شربيني في السجن يعني. نفسي الناس كلها تقول شربيني بصراحه، فهم قالوا خلاص يا شربيني انا هنطلعك شربيني ان شاء الله. الدور نفسه بقى بتلعب انا دوري ولد حرامي بيفتش المجرمين اللي في السجن، بيتسبب في قضيه قتل، متهم في قضيه، مدمن للمخدرات، ويا ريت يعني ما حدش يشرب مخدرات، وده صعب جدا. ردود الفعل بقى عن دورك وعن الفيلم وصلتك ازاي من الناس؟ والله يعني في شخصيه اسمها هيثم في الفيلم بيقوم بدورها الفنان محمد السيد، المفروض ان انا بفتشه يعني وكده. ففي شباب قابلوني في الشارع كتير بيقولوا لي انت بتفتش الناس، احنا هنفتشك بقى. قلت لهم فتشوني، لو لقيتوا معايا حاجه خدوها يعني. مش عارف يعني، يمكن احداث الفيلم حقيقيه، الاحداث اللي حصلت معايا في الفيلم اعتقد ان هي حصلت معايا برضو في الحقيقه، بس انا ما دخلتش السجن لسه بصراحه، فدخلته في الفيلم. الشغل مع عمرو سعد بقى كان عامل ازاي؟ عايز اقول لحضرتك انا اشتغلت مع معظم فنانين مصر ونجوم مصر. عمرو سعد حالة مختلفة جدا، فنان بيركز بشكل غير عادي، تركيزه عالي، بيساعد الممثل اللي قدامه انه يطلع احساس صادق من غير ما يمثل. انا كنت مستمتع بيه طول الوقت. في البيت عندي بيحبوه جدا يعني، امي بتعشق عمرو سعد، بتقول لي بينزل دموع في ثانية الا ثانية، هو فعلا عبقري في الحكاية دي. انا كنت بشوفه وهو بيبكي في الفيلم، انا كنت بكاد ابكي يعني انا كمان. المفروض ان هو ما ياثرش على احساسي، بس هو احساسه عالي عالي، ويمكن بعتز بان انا اشتغلت معاه، واتمنى ان انا اشتغل معاه حاجات احسن وافضل يعني. بعد حديد بقى يا ترى عندك مشاريع جديده؟ انا عندي افلام كتيره جدا ان شاء الله باذن الله، وببشر الساده المشاهدين ان 2014 مصر هتبقى قويه. انا لسه مخلص اول امبارح فيلم اسد سينا عن حرب اكتوبر، وده فيلم عظيم جدا. صورنا في الصاعقه وفي المخابرات الحربيه وفي المدرعات، وفيلم زي الطريق الى ايلات والرصاصه لا تزال في جيبي. ويمكن كنت بشوف كل الفنانين بيحلموا ان هم يعملوا فيلم عن حرب اكتوبر، بقول لهم انا عملت فيلم عن حرب اكتوبر مع مجموعه كبيره جدا من الفنانين، اخراج الاستاذ حسن السيد، الانتاج ضخم للاستاذ عادل عبد العال، وهو منتج جديد، والراجل متحمس جدا انه يعمل حاجه عن اكتوبر. وانا عايز اخسر، فانا بقول للساده المشاهدين يا ريت الفيلم ده ما يخسرش، عشان تشوفوا افلام حلوه بجد. الانفجارات فيلم اسد سينا اكتر من الانفجارات اللي في فيلم الجزيره، بما انه عن حرب اكتوبر. عشت لحظات قويه، بعمل دور عبد العاطي. الجيش المصري جيش عظيم بجد، في رجاله يكسروا الدنيا كلها. حضرتك جدا وشرفتنا في دوشه فن، والف مبروك على حديد تاني. الله يبارك فيكي، ويا رب الفيلم ينور رضاكم ان شاء الله.